ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قصتنا النهاردة عن فرسان الهيكل او مولد الماسونية. فيلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة وما نتأخرش عليكم. بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام بدأت بني إسرائيل بينهم وبين بعض يسألوا عن حقيقة ملكه، وبدأوا يقنعوا نفسهم إن هو مجرد ساحر والعياذ بالله، وإن بسبب السحر اتمكن من جمع ملكه. وإحنا عارفين إن السحر ظهر في عهد سيدنا سليمان، واللي أمر فيما بعد بحرق كل الكتب الخاصة بالسحر الأسود، وأمر بإعدام كل السحرة، ومنع التواصل مع العالم الآخر أو بمعنى أدق عالم الجن بأي شكل من الأشكال. وفي الوقت ده بعد وفاة سيدنا سليمان عليه السلام بيقال إن الشياطين نزلت على بني إسرائيل تعلمهم السحر الأسود، وده بناء على طلب منهم، وكانوا بيعلموا الكهنة تحديدا. والكهنة اتعلموا طريقة سحر سفلي قدروا بيها يفسدوا التجارة ويفسدوا بيها حياة الناس، ويفرقوا بيها ما بين الزوج وزوجته، علشان يروحوا بعد كده للكهنة تاني يفك لهم السحر بمقابل مادي وحاجات تانية، للأسف زي ما بيحصل دلوقتي. والكهنة كانوا بيسجلوا كل اللي اتعلموه من الشياطين في كتب، كانت الشياطين بتمليهم محتويات الكتب، وهم الكهنة تحديدا أقصد بيكتبوا وراهم. وهم كمان اللي اختلقوا أسطورة خاتم سليمان اللي عليه رموز سحرية. وكمان بيقال إن هم كانوا بيوقعوا الكتابات بتاعتهم باسم مستشار سيدنا سليمان عليه السلام عشان يكون ليها مصداقية أكبر. الكهنة دفنت كل الكتب والصحف اللي دونت فيها السحر الأسود تحت عرش سيدنا سليمان. وبيقال إن الشياطين والجن هم اللي حفروا على أعماق كبيرة بباطن الأرض، وهم كمان اللي دفنوا الصحف دي. وكمان الكهنة راحوا بابل عشان يرتقوا بنفسهم من طبقة العبيد لطبقة أعلى شوية، وبدأوا يعلموا الناس السحر السفلي وينشروه وسطهم. في الوقت ده نزل هاروت وماروت على بابل علشان يعرفوا الناس الفرق ما بين المعجزة والسحر الأسود، وإزاي يفرقوا ما بين السحرة وما بين النبي المرسل من الله بمعجزات، وينسفوا كمان فكرة السحر السفلي تماما. وفي وقت الحملات الصليبية الكنيسة بعتت فرقة من الفرسان المدربين، وهم مجموعة فرسان الهيكل، للبحث عن الكتب اللي فيها السحر. لكن الكنيسة ما كانتش مفهماهم كده، وكانت مفهماهم إن هم بيدوروا على حاجة بغاية الأهمية والخطورة وبتحمل سر عظيم. وده بقى خلاهم يتخيلوا إنهم بيدوروا على كنوز سيدنا سليمان. وصل الفرسان القدس ووقفوا عند عرش سيدنا سليمان، وبدأت عمليات الحفر. وبيقال وقتها إن الشيطان اتجسد لهم ودلهم على مكان الكتب، وبالفعل لقوا الكتب والصحف المدون فيها السحر، وأخدوها معاهم أوروبا، كمان خبوها هناك. واتفقوا ما بينهم وما بين بعض إن الكنيسة ما تعرفش عن الموضوع ده حاجة خالص. ده اللي حصل. وهناك بقى بدأوا يعلموا الناس السحر الأسود في الاجتماعات السرية بتاعتهم، غير إنهم كمان قدروا يتواصلوا مع كائنات مظلمة، وقدروا منهم يعرفوا حاجات كتيرة قبلهم ما كانش في حد يعرفها. وبسبب المعرفة دي قدروا يعملوا تنظيمات اقتصادية كانت هي الأساس اللي قامت عليه البنوك لحد النهاردة، واستخدموها لخدمة أغراضهم الشخصية وكمان خدمة الكائنات المظلمة. شوية وبدأت الاجتماعات السرية دي يشوبها الشك والريبة، بدأت الناس تسمع عنها كلام وإشاعات، خصوصا بعد ظهور رسومات غريبة جدا، زي ظهور مجسم غريب إنسان برأس ماعز ومسميينه بافوميت. وعلى حسب الإشاعات اللي انتشرت وقتها إن فرسان الهيكل كانوا بيتواصلوا معاه، وإن الشيطان كان متجسد في جسد بافوميت، كان بيديهم مهام علشان ينفذوها. الموضوع وصل للملك فيليب الرابع عشر ملك فرنسا، انتهز انقلاب الكنيسة عليهم وانتشار الشائعات إنهم بيعملوا طقوس غريبة أثناء الاجتماعات.
وأمر بالقبض عليهم وإعدامهم وحرقهم في ميادين عامة قدام الشعب كله بتهمة ممارسة السحر الأسود. لكن مجموعة منهم قدرت تهرب، جمعوا بعض وانتشروا في أوروبا وبقوا من أغنى أغنياء العالم، وعملوا بنك وبدأوا يسلفوا الناس فلوس. بعد كده هربوا على اسكتلندا، لأن وقتها اسكتلندا ما كانتش بتخضع للكنيسة الكاثوليكية، وبنوا هناك محافل كبيرة وكتيرة كانت خاصة بيهم وكانت مليانة رموز شيطانية. ده غير إنهم غيروا اسم المنظمة لاسم البنائين الأحرار، وأول ما تم استكشاف أمريكا هربوا ليها على طول، وهناك بنوا محافل أكتر، ويقال إنها وصلت ل100 محفل رئيسي و2000 محفل فرعي. ومن هنا بدأت الماسونية العالمية تنتشر بشكل أكبر وأوسع. ليك الحق يا صديقي إنك تكذب أو تصدق، إحنا اجتهدنا وبحثنا ودي كانت نتيجة بحثنا. يا ريت تدعموني بلايك وشير وكومنت تقولوا لي رأيكم في حلقة النهاردة. سلام.